وسلم عدد. بصبح على حضراتكم مرة أخرى، وطبعا الحديث لا ينتهي عن أهمية العناصر الطبيعية الغذائية وخصوصا الخضروات والفاكهة في أنها بتحمينا من الأمراض، وهي غنية جدا بالفيتامينات والمعادن. ولكن الجديد أن 40 دراسة طبية حديثة أكدوا أهمية البقدونس مش بس في علاج العديد من الأمراض ولكن أيضا في عملية تجميل البشرة. هنتكلم عن الموضوع ده بشكل مفصل واسع جدا مع دكتور مجدي بدران، استشاري الحساسية والمناعة وزميل معهد الطفولة جامعة عين شمس. صباح الخير يا دكتور. أهلا بيك وصباح النور. احنا اتكلمنا قبل التسجيل وعرفت من حضرتك ان البقدونس ده منجم. عايزين نعرف من حضرتك ايه مميزات البقدونس بالتحديد؟ اهم حاجه بالنسبه لنا عشان الجمال ان هو هام جدا لتركيب الكولاجين، والكولاجين ترجمته باللغه العربيه الماده التي تلصق الخلايا بجوار بعضها البعض لتكوين الانسجه. يعني انا بروح اشتري كبده تبقى لما بعضها مش متبهوقه، نخليها لما بعضها الكولاجين هو بيلزق الخليه في الخليه. لو احنا الكولاجين ده مش موجود هيبقى في مسافه بين الخلايا، يعني ممكن الميكروبات تدخل، ممكن المواد المسرطنه تدخل، ممكن المواد اللي بتعمل حساسيه تدخل. يبقى انا لازم ازود الكولاجين عن طريق فيتامين سي والنحاس، وبرضه فيتامين سي هام جدا حليف البقدونس. الحاجه الثانيه كمان فيتامين سي مشكلته ان هو بيتكسر بعد يوم ويتكسر بالتلوث وما يقدرش اخزنه اكتر في 24 ساعه في جسمي. مشكلته كمان ان انا لو حد دخن قدامي سيجاره واحده بس وانا ما بدخنش يحرق لي 28 مللي جرام فيتامين سي في جسمي، لو دخن سيجارتين 3 سجاير خلاص اصبحت زيرو، وانا كل يوم عايز 60 مللي جرام فيتامين سي. المشكله الثالثه انه الناس بتحط مثلا البرتقال والليمون في الثلاجه، ففيتامين سي اصلا اللي بيقل فيه وهو اصلا كميته جوه مش قليله 30 ولا حاجه 40 بكتير، ولكن انا اما اجيب 100 جرام بقدونس واقارنهم بين 100 جرام برتقال او ليمون الاقيه يطلع لي 133 مللي جرام فيتامين سي، يعني كميه كبيره جدا. يبقى ده يعني فكر مختلف خالص على اللي احنا عارفينه. برضو من المهم كمان ان احنا دايما بنتكلم في المناعه، وانا شغلي كله مناعه وحساسيات وهكذا، يبقى عايزين نرفع مناعه الناس. هنرفع مناعه الناس ان احنا نديها الاغذيه اللي فيها المواد الهامه للمناعه المخاطيه خاصه. يعني ايه مناعه مخاطيه؟ انا الجلد البراني اتكلمنا عليه هيكرمش لو مفيش كولاجين، اوكي البقدونس هيطلعه. الجلد الجواني اللي يبدا من الفم على جوه. دكتور اكل البقدونس ولا نعمله ماسكات ولا نعمله ايه بالظبط؟ هو طبعا ماسكات هتفيد مفيش مانع، بس الافضل هناكله من جوه. الافضل احنا لو دخلنا على الانف او الفم يبدا من جوه جلد تاني داخلي بنسميه الغشاء المخاطي، ده في مناعه مهمه جدا، لان اغلب الالتهابات بتحدث في الغشاء المخاطيه في البطانه الداخليه ليا دي، الالتهابات والحساسيات والسرطانات بتحدث هنا. يبقى فيتامين الف بيشتغل زي الترزي، يروح جايب ابره ويخيط اي ثقب اي خدش على طول يروح مصلح الغشاء المخاطي. كمان ان هو بيرفع المناعه، وكنا زمان بنقول فيتامين الف هام للبصر، دلوقتي نقول صحيح للبصر مش هنتدخل فيها، ولكن فيتامين الف هام جدا للمناعه المخاطيه. هلاقيه فين؟ هلاقيه في البقدونس، بحيث ان احنا 100 جرام بقدونس يدوني 8425 مع ان انا محتاج بس 5000 في اليوم. دي برضو نعمه كبيره جدا. برضو من الحاجات الظريفه جدا اللي في البقدونس الالياف اللي فيه، ولازم برضو ان احنا نقعد نمضغ. اما بنمضغ الالياف دي يطلع منها مواد هامه جدا لصحه الفم وصحه اللثه وصحه الاسنان وتطيب ريحه الفم. يعني مثلا لو واكل حاجه توم والبصل وعايز اطلع تلفزيون كده ولا حاجه، يوم امضغ البقدونس. انا عملت كده الصبح فعلا، خدت بقدونس كده قعدت امضغه، يبقى ده هيخلي ريحه الفم كويسه. ينزل تحت على القناه الهضميه، يسموه صديق القناه الهضميه، ينشط انتاج العصاره الصفراويه، يبقى هم مع الدهون، يخلي الدهون ما تطلعش على طول، يفرمل ارتفاع الدهون بعد الاكل، مهم جدا. يخلي كمان انا خايف من اللحمه، خايف من حمض النقر، الحمض اليوريك او الحمض اللي بيطلع النقرس والكلام ده ينزل النقرس هو بنفسه، ان هو بيعادل الاحماض بتاعته. وكمان فيتامين سي ينزل النقرس، حاجات جميله جدا ما كناش واخدين بالنا منها. دايما يقال يا دكتور مجدي انه مهم جدا ان احنا ناكل الجرجير او البقدونس او اي نوع من الخضار بعوده عشان يبقى فيه الفايده كامله. الكلام ده صحيح؟ جدا. انا هحييكي ليه بقى؟ لان احنا انا بتكلم دلوقتي على الفيتامينات واللي فيه والحاجات دي، انا اما بقطعه الفايده بتقل، بحطه في الثلاجه، اما بجمده، اما برده، اما خزنه في الثلاجه، كل ده بتقل. يبقى لازم انا اشتريه طازه كل يوم. ويا ريت ان احنا الناس الكبار ياخدوه على بعضه، ويا ريت كمان الاطفال الصغيرين ما فيش مانع، انا موافق يقطعوا قطع صغيره وينشروه، يعني يحطوه على الرز على البطاطس على الفول، بحيث انا عايز الناس تاكل بقدونس بكميات كبيره وما يخافوش مهما كترنا، ولا هيزود وزني ولا في دهون ولا في ملح ولا في صوديوم. يبقى انا ما اخافش من الحاجات الناس بتخاف منها دلوقتي، اللي هو ارتفاع الدهون او السمنه او الضغط او السكر او اللي هو السرطانات.
من ضمن الحاجات بقى الجميله جدا في السرطانات، لازم نعرف ان احنا كلنا بنتولد وعندنا نعمه من عند ربنا في بروتين عندنا. المهم ده بيسموه البروتين 53 او 53. البروتين ده مهم جدا، ده بيمنع السرطانات. اكتشف حديثا جدا ان 50% من السرطانات، سرطان الثدي وسرطان المبيض وسرطان القولون وسرطان الرئه والجلد والدم، ده بيبقى فيهم عطب تدمير في هذا البروتين. البروتين ده ينشط بماده يسموها جميله جدا اسمها الابيجينين، والابيجينين موجود فين؟ موجود بكميه كبيره جدا في البقدونس. يبقى انا لو خدت ده يوم ينشط لي البروتين ده، اخد البروتين ده اللي هو بينشط بقى بعد كده. لا ممكن لو انا ماشي شميت حاجه وحشه، لو انا تعرضت لمواد مسرطنه، قعدت فتره الشمس الظهر، خدت سموم، اي حد حتى حط لي سم عشان يموتني، يوم البروتين ده ينشط ويروح على الخلايا اللي ابتدت تتغير، الخلايا بتاعت المناعه، الخلايا الحساسيه وخلايا السرطانات، يضحك عليها ويخليها تنتحر، يسموه الانتحار المبرمج، ابوبتوزيس. مهم جدا، وانا عارضها في النت، بس تكتبوا مجدي بدران مناعه وهتشوفوها، تلاقي الخلايا على طول بتنتحر، الخلايا المريضه تنتحر والخلايا العافيه المتعافيه ما يحصلهاش حاجه. بمناسبه حديثنا عن الاطفال وتناولهم للبقدونس، حضرتك قلت لي قبل التسجيل انه هو بيحتوي على كميه كبيره من الكالسيوم قد تفوق اللي موجوده في اللبن. برافو عليك. من ضمن برضه الحاجات الجميله من البقدونس، وان انا عايز اللبن، مفيش مانع طبعا، ليه فوائد جميله، بس احنا بنركز على الكالسيوم. كل 100 جرام لبن هيديني 150 مللي جرام كالسيوم، ولكن البقدونس يديني 199. شوف ازاي؟ يعني مثلا واحد عنده حساسيه اللبن، واحد ما بيحبش اللبن وعايز كالسيوم، اقول له خد. يبقى دلوقتي فيتامين سي نسبه كبيره اكتر من الليمون، فيتامين الف اكتر من الجزره، يقول لك خد جزره عشان عينك، لا خد البقدونس عشان عينك. دلوقتي المناعه اكتر، الحديد كمان في حديد اضافه للكلور اللي فيه الماده الخضراء. العين ليه يا دكتور؟ احنا دايما نسمع ان الجزر بيقوي النظر، انا موافق، انا موافق، لا البقدونس يتفوق عليه، يتفوق على الجزر. احنا قلنا فيها 8000 واحد، نسبه كبيره جدا. البقدونس صيدليه مجانيه متكامله. اللي بيزعلني ايه؟ اللي بيزعلني دلوقتي يقول لك لا انا باكل البقدونس اما اروح المطعم الفلاني يحطوه فرشه ديكور تحت الكباب، لا. نمره 2 ان انا اجدادي كانوا بياكلوا بقدونس، الفراعنه كانوا بياكلوا بقدونس، كانوا يستخدموه. الطبيب زميلي الفرعوني كان بيكتب بقدونس يوم يستخدمه لتنزيل درجه الحراره، كطعام لرفع المناعه، بيستخدموه كلبخه للجمال، يستخدموه في حاجات كثيره جدا. الاغريق كانوا يستخدموا البقدونس لمكافاه الفائزين الابطال في الرياضيين، يوم يديله مثلا ايه اكليل من البقدونس يحطوا على رقبته، طوق من البقدونس تحطوه على راسها. يبقى شوف ازاي البقدونس كان نعمه كبيره قوي واحنا نسيناه للاسف. دلوقتي انا بزعل جدا اما انا اقول لك انا ما باكلش بقدونس. طب هو المعروف طبعا ان البيئه المصريه غنيه جدا بالبقدونس، ازاي نقدر نستفاد من البقدونس ونغير سلوكنا، وكمان نقدر ممكن نستخدمه حتى يعني استثماريا، يعني نستغله استثماريا للتصدير؟ يعني اول شيء انا بشكر البرنامج الجميل ده، البرنامج ده، وانا عارف كلهم يشوفوا اليابان بيقولوا احنا بنشوفك في اليابان في البرنامج ده، دي حاجه نمره واحد. نمره 2 المعلومه، المعرفه وصلت دلوقتي، وهتلاقي النهارده اتمنى بس ما يغلاش النهارده، اتمنى ما يغلاش. نمره 3 دلوقتي عايزين فرص عمل، عايزين فرص عمل جديده، عايزين نيو لوك للشغل في مصر. الناس اللي بتدور على شغل ابتدوا، ان الخارجين الزراعه وخارجين اللي عايزين يعملوا تسويق للبقدونس، الفلاحين نفسهم يبتدوا يزودوا، المحافظين يساعدونا. دلوقتي يقول لك تبرعوا لمستشفى السرطان، مش هتبرع انا دلوقتي هديك المعلومه، خد بقدونس هتمنع سرطانات كثيره جدا. يبقى انت كتر من البقدونس في مصر، نزلوا سعره، خد كميه كبيره وما تخافش. بعد كده لو احنا غرقنا كل المصريين بقدونس نصدر دول كثيره جدا. انا لسه كنت قاعد مع ضيف هيدخل في هولندا يقول لك ما عندناش بقدونس في هولندا، بناخده جاف، لا انا عايزه طازه واوراق، والاوراق دي مهمه جدا. دي حاجه جميله جدا. كمان حاجتين لسه ما كناش عليهم، حمض الفوليك. الناس كلهم عارفين حمض الفوليك عشان الانيميا بتاعت خصوصا كمان الحوامل. ده الكلام القديم. دلوقتي نقول لا، حمض الفوليك هام جدا لرفع المناعه. نقص حمض الفوليك يؤدي الى ارتفاع نسبه الحساسيات، تفاقم الربو. يبقى مهم قوي انا نزلت الفوليك اسيطر على الحاجات دي كلها، هتلاقي الربو ينتعش لو عليته. العكس صحيح. برضو الناس كلها بتشتكي دلوقتي من هشاشه العظام، كل يوم عاملين يشربوا كنز ومياه غازيه دخلوا بقى في ثقافتنا، ثقافه الاكل والشرب عندنا. بنات صغيرين بيتكسروا. طب يا دكتور، في مجموعه من الناس بتقوم بغليه، هو بيبقى طعمه تقريبا زي اليانسون شويه، ده كده بيفقد اقل طبعا. انا عايزه، احنا قلنا هيفسد بايه؟ هيفسد بالتسخين والغليان والحاجات دي كلها، ويحسن يكون طازه على طول. هو من ضمن الحاجات برضو ان الناس بتستخدمه، احنا هنستخدمه اكل، البعض بيعملوه عصير دلوقتي، في روسيا النهارده بيعملوه عصير، في المانيا بيعملوه دواء للمجال البوليه والالتهابات، في ماليزيا عملوا منه مضادات حيويه للاطفال، عملوا منه حاجات للجمال، عملوا منه مضادات للاكسده غنيه جدا. ابتدى العالم دلوقتي يرجع تاني للطبيعه،
ومش هقول لك حتى ورق جوافه اللي بنرميه دلوقتي دول بتستورده، وفي ماليزيا وفي اليابان وفي استراليا ونيوزيلندا بياخدوا ورق جوافه منه ادويه مهمه جدا لعلاج الالتهابات الصدريه. بيدخل برضه في الادويه، يدخل في الادويه. وهم جدا كمان انت لو عايزه شاي بقى خلاص مش هنزعلهم، هناخد البقدونس نحط زنجبيل وبعد ما يتغلي الزنجبيل احط عليه بقدونس دقيقتين كده واشربه، هيطلع لي البلغم ويطلع لي المخاط ويريح قوي مرضى الحساسيه الصدريه والحساسيه الانفيه ان شاء الله. زنجبيل بدل بالليمون يبقى بالبقدونس ان شاء الله. طيب احنا عايزين نتكلم عن برضو، نستغل حضرتك موجود معانا. احنا سمعنا برضو ان الشوكولاته ليها دور كبير جدا في علاج العديد من الامراض، خصوصا ان احدث الدراسات قالت ان هي بتحمي من السكتات القلبيه. انا شوفي حضرتك الشوكولاته بتتكلم عليها حضرتك الشوكولاته السوداء، الشوكولاته الغاليه اللي بتيجي من سويسرا، لكن الشوكولاته اللي احنا بنشوفها عارفينها دي لا شوكولاته لا صلى على النبي، لان دي فيها حاجات كتيره جدا وفيها صبغات وفيها مواد حافظه، مش هي دي. ولكن الشوكولاته السوداء المره دي انا موافق عليها، هي مضادات للاكسده. ولا لو عايز بقى مضادات اكسده انا قلت لك البقدونس، واخد الخروب، واخد اي حاجه خضراء. دلوقتي في انا شايف اطفال في امريكا بياخدوا عصير من البقدونس والجرجير والزنجبيل والتفاح الاخضر يحطوا عليه في الاخر كمان ايه ليمون، وتوليفه كبيره جدا. يعني الام ما تاكلش ولادها شوكولاته، تاكلهم بقدونس كويس جدا نعلمهم الاطفال. دكتور مجدي بدران، استشاري الحساسيه والمناعه وزميل معهد الطفوله بجامعه عين شمس، بشكر حضرتك جدا على هذا اللقاء، ان شاء الله تبقى معانا في فقرات ثانيه ان شاء الله. شكرا جزيلا. ومشاهدينا الكرام فاصل ونواصل معكم فقرات صباح الخير يا مصر.